الفيلم ديالنا كيبدا في اسبانيا اللي كانت فيها المجاعه. والماكلة كانت عندهم قليلة تما حيت السكان كانوا كتار بزاف. وهذا الشيء علاش اتفقت الدول الاوروبيه باش يطبقوا واحد الطريقه باش ينقصوا من البشر، وكانوا كيجمعوا الناس الكبار والدراري الصغار والعيالات اللي حاملين وكيعدموهم باش يوفروا في الماكله والاغذيه، حيت الحكومه في ديك الساعه كيشوفوا بلي هاد الناس ما كيستافدوش منهم وبلي هما غير واحد الفئه اللي مستهلكه، وكانوا كيحافظوا غير على الشباب بنات وولاد حتى لديك 50 عام. ومن بين الدول الاوروبيه اللي طبقت هذا القانون هي اسبانيا. وهنايا كنشوف واحد البنت اللي سميتها ميا واللي هي حامله وكانت مع راجلها ميكو، واللي كانوا باغيين يهربوا من اسبانيا بسبب ديك المعامله اللي كانوا كيعاملوها بهم تما، خاصه ملي قتلوا لهم بنتهم بعد ما خدتها منهم الحكومه وعدمتها، وقرروا باش يمشيو لايرلندا حيت هي ما طبقتش هذا القانون، واقترحت هذه الفكره على راجلها ودغيا وافق. ولكن هما ما لقاوش شي طريقه قانونيه باش يخرجوا من اسبانيا، داكشي علاش قرروا باش يهربوا بطريقه غير قانونيه ويتخباو في دوك الصناديق ديال السلعه اللي تيكونوا في المرسى واللي غاديين بهم لايرلندا. وهنايا كنشوفوهم اللي كانوا كيعطيو الفلوس لذاك الراجل اللي غيديهم، ولكن دوك الفلوس كاع ما قدوهم، واضطرت مية باش حيد داك الخاتم ديالها باش تكمل ليه الفلوس. وهكذا داك السيد طلعوا من داك الصندوق اللي لقاو فيه بزاف ديال الناس اللي كانوا باغيين حتى هما يهربوا، من بعد سد عليهم بالقفل وحطوا داك الصندوق في الكاميو باش يديهم للمرسى. ومية خدات واحد الدره وربطت على كرشها باش ما يبانش فيها بلي هي حامله، وعلى غفله داك الباب تفتح عليهم وتزادوا عليهم ناس اخرين حتى ولات الدنيا عامره بزاف. وداك الشيفور ملي شاف داك الزحام اللي كان كتير وداك الصداع اللي كانوا دايرين ما بغاش يديهم وهو يتيري في الخوا باش يتصنتوا ليه، وعلمهم بلي هاد البلاصه راه ما غتقدهمش كاملين، وقال لهم بلي كاين واحد الصندوق خاوي حتى هو غيديوه لايرلندا يقدروا يطلعوا فيه. ولكن كنلاحظوا بلي حتى شي واحد فيهم ما بغا يهبط لهم من تما، داكشي علاش مشاو كيهبطوا الناس من تما عشوائيا وبز منهم، خاصه دوك اللي كانوا في القدام. وكان ميكو معاهم وجروح حتى هو، وكان كيحاول يفهمهم بلي هو ما بغاش يتفارق مع مراته، ولكن هما كاع ما داوها فيه. وملي نقصوا دوك الناس اللي تما سدوا داك الباب على مية والناس اللي كانوا لداخل، وداك الناس اللي هبطوا ركبوهم في واحد الصندوق اخر. وكانت مية كتشوف واش معاهم راجلها ميكو، ودغيا اتصلت به باش تطمئن عليه، وقالت ليه بلي هي خايفه بزاف حيت هو ما كانش معاها. ولكن ميكو هدنها وحاول باش يطمئنها، وقال لها ملي غيوصلوا المرسى غيهبطوهم كاملين واكيد عاوتاني غادي يتلاقاو. ولاحظت مية بلي داك الصندوق اللي ركب فيه راجلها مكتوب فيه رقم 107. وملي كانوا غاديين في الطريق مية كانت كتشوف واحد الفتحه اللي كاينه في داك الصندوق، وبانوا ليها بزاف ديال الناس اللي كانوا دايرين السيرفيس باش ياخذوا الماء، والبوليس كانوا كيدابزوا معاهم، وباللي داك البوليس كياخذوا الوليدات الصغار من والديهم، وباللي كيقتلوا حتى العيالات الحاملين والناس الكبار. ملي وصلوا للمرسى لقاو شي ناس تما مسلحين واللي كانوا مسيطرين تما، وكانوا باغيين يفتشوا داك الكاميو ولقاوها خاويه، حيت الناس كانوا مخبيين في الاخر ديال داك الكاميو حيت هو طويل بزاف، وحطوا قدامهم واحد الحديده كبيره باش يبان بلي هذاك هو الاخر ديال الكاميو. ولكن واحد من دوك المسلحين كان شاك بلي الناس مخبيه ورا داك الحديد، وطلب منهم باش يخرجوا بوحدهم وهو ما غاديش يأذيهم. في هاد اللحظه مية كانت خايفه منهم ودغيا طلعت للسقف وشبرت في واحد الحديده، وواحد البنت كانت معاهم تما حيدات ديك الحديده حيت تيقات بلي داك الراجل ما غاديش يأذيهم، وغير شاف هذيك الراجل في البلاصه تيرا فيها وعطى الاذن للرجال اللي معاه باش يقتلوا داك الناس كاملين. وفعلا قتلوهم كاملين وخداو لهم حتى بعض من دوك السيكان ديالهم. من بعد خرجوا كاع دوك الجثث من تما بلا ما يشوفوا مية اللي كانت الفوق وكتشوف فيهم. وكانت مية عاقل على داك الكاميو اللي كان راكب فيها راجلها واللي كان الرقم ديالو 107، واللي كان حداها ودغيا اتصلت به وصيفطت ليه واحد الاوديو باش تعلموا بدوك الرجال المسلحين اللي كيدخلوا للكاميو وكيقتلوا في عباد الله. والشيفور ديال الكاميو كيصحاب ليه دوك الناس كاع اللي تما راه ماتوا، وبلي داك الصندوق خاوي وما بقات فيه غير ديك السلعه اللي غتصدر، وجدوها باش تدخل الباطو. داكشي علاش جات لابوجي وخدات داك الصندوق وحطاتو فوق ديك السلعه اللي غيحطوا في الباطو اللي غادي لايرلندا. هنايا مية اتصلت عاوتاني بميكو ولكن لقات التليفون ديالو مغلوق، وصيفطات ليه ميساج وعلمته بلي هي دابا في المرسى، وبلي داك الصندوق فين كاينه راه حطوها فوق السلعه اللي غتمشي لايرلندا. سولاتو فين كاين دابا هو، بصاتو الى سمع الميساج ديالها يعيط ليها دغيا حيت بالها مشغول عليه. وبدات مية كتقلب في دوك السكان اللي تما واش تلقى فيهم شي حاجه اللي تنفعها، حيت دوك المجرمين ما خداوش دوك السكان كاملين. اللي قلباتهم لقات تما واحد البريكي وواحد البيل وطورنوفيس وقرعه ديال الماء، تليفونات وشويه د الماكله حتى هي. وهنايا كنشوفوا داك الباطو اللي غادي لايرلندا واللي فيه السلعه كيتحرك وسط البحر. واحد شويه كتبان لينا العاصفه اللي كانت قويه بزاف واللي كانت كتضرب في داك الباطو، وداك الصندوق اللي كاينه فيه مية ما كانش مثبت مزيان، وبقات ايما كتلاح من قنت لقنت حتى جاتها الدوخه وسخفات. وملي فاقت لقات راسها بوحدها وسط البحر،
وما عرفاش كيفاش غتصرف ولا شنو غدير، حين داك الباب مسدود مزيان وما غتقدرش تخرج منه. من بعد مشات كتفتش في ديك السلعه اللي حداها، ولقات واحد الصندوق اللي كان فيه واحد التلفازه، والصندوق الاخر كان عامر بالصناطات ديال الودن، والصندوق الثالث لقات فيه القرعي ديال الشراب، والصندوق الرابع لقات فيه شي حوايج اللي كانوا ضد الماء، وخدات منهم واحد اللبسه ولبساتها، ولقات قدامها حتى واحد اللصقه، وبدات كتستعملها في دوك التقابيل اللي عندها تما، حيت الا دخل ليها الماء كتر غادي تغرق وتموت. وعلى غفله مي سمعت الصوت ديال شي بنات اللي كانوا كيغوتوا، واللي كانوا حتى هما في واحد الصندوق اللي طاح في البحر. وملي طلات مية في واحد الفتحه، لقات بلي داك الصندوق مكتوبه فيه 107، وباللي تما فين ركب راجلها، وداك الصندوق غرق في البحر، وهذا الشيء كله قدام عينيها. وبدات كتحسر وكتبكي على راجلها ميكو اللي كان حتى هو تما، وبقات كتسمع الصوت ديالو اللي مسجل عندها في التليفون، قلبها كيتقطع عليه، وبان ليها واحد الموس اللي كان حداها، وفكرات باش تقطع يديها وتنتحر، ولكن واحد شويه هي تفيق من داك الحزن اللي عايشه فيه، وقررت باش تصارع الموت وتعتقل جنين اللي في كرشها، وباللي هذه هي المهمه ديالها دابا. وحاولت مية تخرج داك الماء اللي دخل عليها بواحد التيو، ولكن داك الماء اللي كان كيدخل عليها كان كثر من داكشي اللي كتخرجو، ولقات راسها غير كتعذب في داكشي اللي كدير. ودارت واحد العلامه في الحيط باش تعرف المستوى ديال الماء شحال كيطلع في النهار، وعلى غفله لقات شي واحد كيتصل بها في واحد الرقم مجهول، وجاوبت دغيا ولقات بلي هذاك ميكو. وملي سمعاتو فرحات بزاف، حيت كان كيتسحاب ليها واش مات، وقال ليها ميكو بلي التليفون ديالو راه ديشارجا. داكشي علاش اتصل بها في التليفون ديال واحد السيد، علمها بلي هو مركبش مازال في داك الصندوق، حين داك الشيفور ضحك عليهم وخرجهم من تما وخلاوهم في المرسى ومشاو بحالهم. وكان ميكو كيتسحاب ليه وشميه في الباطو وكلشي غادي مزيان، ولكن هي فجأة ملي قالت ليه بلي داك الصندوق فين كاينه راه تلاح في البحر بسبب ديك العاصفه القويه، وبلي دابا هي بوحدها في وسط البحر وما عارفاش فين كاينه ولا شنو غدير. وصاها ميكو باش ترد البال راسها، وقال لها اكيد غيجي شي واحد دايز من تما وغيعتقها. من بعد تقطع الاتصال بيناتهم، والعاصفه عاوتاني بدات وكانت قويه، ومية دخل عليها الماء بسبب دوك الفتحات اللي عندها تما. وفي هذه اللحظه مية جاها الحريق ديال الولاده، وبقات كتوجع وولدات وسط داك المحيط واحد البنت اللي كانت زوينه وفرحات بها بزاف، وحسات بلي هي وبنتها غيكون عندهم واحد الامل جديد في هذه الحياه. ودابا حنايا في النهار الثالث، وخدات مية واحد شويه د الماكله وكلاتها باش تقدر ترضع بنتها، وخبات داكشي الاخر لايام اخرى. وفكرت مية باش دير واحد الفتحه في داك الصندوق في السقف ديالو، وخدات الماكينه ديال الحفير وبدات كدير شي فتحات تما، وكانت كدير دوك الفتحات قرابين بزاف لبعضياتهم على شكل مستطيل، باش ملي تجي تدفع ديك الحديدات تجيها ساهله. وبغات تطبق هاد الفكره باش تخرج من تما هي وبنتها، حين غيجي واحد النهار وداك الصندوق يعمر بالماء ويغرق. والسبب الثاني باش تقدر تخرج من تما كاينه ويشوفها شي باطو ويعتقها، وباش تستنشق واحد الاكسجين اللي هو نقي هي وبنتها. ودابا النهار الخامس ومية باقي ما سالات دوك الفتاحين اللي كدير في السقف، وملي صبات الشتا حاولت مية باش تعمر كاع دوك القراعي اللي عندها، حيت الماء علين يتسالى ليها. ولقات بلي الماكينه ديال الحفير حتى هي تسالى ليها الشارج، وضطرات باش تكمل دوك الفتحات بواحد الموس اللي كان عندها. واخيرا قدرت تفتح داك السقف، وطلعت هي وبنتها واستنشقوا داك الهواء النقي، وشافت المنظر ديال البحر اللي كان زوين، وتشمشات هي وبنتها. والماكله اللي كانت عند مية قربت تسالي، وفكرت باش تصيد الحوت، وخدات واحد الحبل وربطاتو بواحد الموس وحاولت تصيد به داك الحوت، ولكن بلا فايده. واحد شويه هي تبان لها واحد الطياره اللي كانت قريبه ليها، ودغيا هودات لتحت باش تجي معاها واحد الطرف ديال المرايه، لكن ملي طلعات مع ديك الزربه رجليها ضربات ديك الحديده وتجرحات بزاف. وكانت مية كتعكس ديك المرايه في الشمس باش ديك الطياره يشوفوها، ولكن للاسف ما شافوهاش ومشاو بحالهم. ونزلت لتحت باش تنظف ديك الجرحه اللي قصحاتها، وغسلاتها بواحد القرعه ديال الشراب اللي كانت تما، وخيطاتها بواحد الليبره اللي كانت معاها. والغد ليه كنشوفوا مية اللي صنعت واحد الشبكه ديال الصيد بشي حوايج اللي كانوا بساطين. قدرات هاد المره تصيد واحد الحوته، وفرحات بزاف وتضرت باش تاكلها واخا هي خضره، حيت ما عندهاش فين طيب. واحد الليله كان البرد بزاف، وحاولت باش تغطي بنتها نوة مزيان، وخوات واحد القرعه ديال الشراب فواحد الطرف ديال الثوب باش يدفي ليهم ديك البلاصه. ونعسات حداها واحد شويه هي تسمع الصوت ديال الخبيط وما عارفاش فين جا داك الصوت، وسمعت التليفون اللي كان كيصوني، وهزاتو ولقات بلي هذاك ميكو، واللي كان كيبكي وقال ليها بلي ما يقدرش يعتقهم، وبلي دابا هما ضربوه برصاص وهو كيموت، وهذه اخر مره غتسمع الصوت ديالو. ومية بقى فيها الحال بزاف، وعلمته بلي هي ولدت واحد البنيته وسماتها نوة، حتى هو فرح وطلب منها تسمعوا الصوت ديالها. من بعد تقطع الاتصال، ومية تاثرات بالموت ديال راجلها، وبقات نعسه هي وبنتها في السطح ديال داك الصندوق وهي متاثره بزاف داكشي اللي كيوقع ليها. والمهم عندها دابا هي تعتق بنتها نوة، وحسات بالندم من جهه راجلها ميكو حيت هي اللي اقترحت عليه يهربوا، ولكن من بعد قررت باش تكمل حتى الاخر.
وما تستسلمش نهائيا. ودابا دازت 25 يوم وكنشوفوا داك الصندوق اللي عمر بالماء وعلين يغرق. وهنايا فكرات ميا باش دير واحد الكونه صغيره لبنتها نوا باش ما تغرقش، وكانت كتصوبها من البلاستيك وشي عواد ديال الخشب باش ملي خرجوا من داك الصندوق تكون بنتها في الامان. واحد شويه هما يبانوا ليها الطيور ديال النورس وفرحات، حيت هادشي كيدل بلي هي قربات لشي ارض، حيت دوك الطيور كيبانوا غير في الشواطئ. ودوك الصندوق ما بقى ليه هو اللي يغرق، وميا نزلات باش تجيب واحد البواطه ديال الماكله، ورجليها لصقات واحد الصندوق اللي كان عامر بزاف ديال الحبول، وتشبكات ليها رجليها تما، وبقات كتجرب باش تخرج من تما ولكن ما قدراش حتى خدات واحد الموس وقطعت ديك الحبوله وفكات راسها، ودغيا خرجت لفوق الماء باش ما تخنقش. ولكن لقات نوا بنتها بعدت عليها وكانت خايفه ومخلوعه. واحد شويه هي كتشوف واحد الحوته اللي قربات نوا وردات ليها البال، تما بانت ليها بنتها نوا وفرحات بزاف، ودغيا مشات لعندها وبقات هكا كتعوم في وسط البحر هي وبنتها، وكانت رابطه يديها بواحد الحبل ولصقاتو في الكونه ديال بنتها باش الا داها عاوتاني النعاس ولا شي حاجه ما تبعدش عليها. ودوك الطيور ديال النورس كانوا مجموعين فوق منهم بزاف. واحد الباطو كان دايز تما وكانت فيه واحد البنت اللي ردات البال دوك الطيور ديال النورس، ودغيا خشعت ديك البنت الصغيره اللي كانت في ديك الكونه، عيطت لباباها واتجهوا لديك البلاصه وقدروا يعتقوا نوا وطلعوها لعندهم. وهما كانوا حاسين بلي هي ماشي بوحدها وبلي معاها شي واحد. وداك البنت ملي جرات داك الحبل اللي لقات في الكونه جرات معاها ميا، وحاولت داك البنت دير ليها التنفس اصطناعي وتعتقها ولكن بلا فايده. وديك البنت بقات كتشوف نوا وبقات فيها بزاف حيت باقا صغيره اللي غتبقى بلا حاولت عاوتاني مع ميا وكديرها في الاسعافات، ولكن هاد المره نجحات وقدرت تعتقها بعد ما خرجت ميا داك الماء اللي كان خانقها. واول حاجه دارتها خدات بنتها بين يديها وبدات كتبكي، وهاد المره دوك الدموع كانوا ديال الفرحه حيت اخيرا تعتقات هي وبنتها من ديك المأساة اللي عاشتها. الى عجبكم الفيديو وبغيتونا نستمروا شاركوا في القناه وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.